السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكاتبة التونسية جيهان حمادي، صاحبة مشروع دولي أسميته كيفوك جيهان للأنشطة المتعددة، متحصلة على درجة ماجستير بحث اختصاص لغة عربية في اللسانيات العربية الحديثة، ومتحصلة أيضا على عدة تكريمات من عدة دول عربية، من بينهم نموذج المرأة الناجحة لسنة 2023 من هيئة شغف الكاتبات الدولي بسوريا. أيضا تحصلت على تكريمات من دولة مصر، خصيصا من صالون بندور الأدبي، وذلك لتحقيق تحدي البطل وتحدي النجم. أيضا متحصلة على ترقية من المنصة العالمية من رتبة مشرف إداري على الأعمال الأدبية بالعالم العربي والعالم أجمع إلى مديرة إقليمية، وأول تونسية تقوم بدعم الكتاب والأدباء بالمنصة العالمية. وطبعا لي الفخر أن أكون أول تونسية تتحصل على هذه الرتبة وهذا المستوى. أيضا تم اختياري من مجلة مجازين 3030 المصرية الوجه الإعلامي لها في 3 أعداد متتالية. كما ذكرت أن أول عمل لي قد كان صلاة في ديانة الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام. الفكرة كانت هي عبارة عن بحث أكاديمي، فكرة طرحت من قبل أستاذ لنا في الجامعة، وطرح العديد من المواضيع، ولكن هذا الموضوع بالذات الذي جذبني وأصريت أن أشتغل عليه شخصيا ولوحدي، يعني لم أجعل أي شخص يشتغل معي في ذلك العمل، واشتغلت عليه بكل حب وأعطيت كل وقتي، وفي نفس الوقت وأنا أشتغل عليه وأنا أكتسب معلومات جديدة وخبرات جديدة، وكنت سعيدة جدا بخوض هذه التجربة، والتي كانت هي أولى تجاربي في دخولي إلى الساحة العلمية. رسالتي لكل قارئ ولكل كاتب يستمع إلي ويتابعني أن ثنائية النجاح والفشل لا ترتبط بداية بنوع المجال الذي ستجتازه أو الذي ستختص به، وإنما هذه الثنائية ترتبط ارتباطا مباشرا ببصمتك الشخصية. هل أنت شخص قادر على ترك بصمتك في هذا المجال والنجاح فيه ومعرفة طريق النجاة فيه أم لا؟ لذلك أنا شخصيا أقول لك أنني تحديت كل من قال لي أن اللغة العربية ليس لها مستقبل، فأنا تحديت وأثبت لكل من يتابعني أن اللغة العربية هي لغة عظيمة، ولغة القرآن الكريم لغة عظيمة جدا، ومع الأسف لم تجد حظها مثل اللغة الإنجليزية التي تعد لغة عالمية. لكن كما قلت لكم وأكرر كلامي، المجال الذي أنت تختص به أنت من تترك بصمتك فيه وتصنع الفرق فيه. لا يوجد مجال ناجح وفاشل، وإنما النجاح أو الفشل يأتي منك أنت شخصيا. طبعا تجربتي في الكتابة تطورت إلى أن تم التعاقد مع دار صفقات كتابية للنشر والتوزيع بمصر، قامت بنشر عملين
لي باللغة العربية. أولهما الصلاة في الديانات الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام إلكترونيا. أما بالنسبة إلى كتاب سلسلة الأعراب بالجيم أنموذجا، الكتاب فرع من كتاب سلسلة الأعراب لابن جني النحوي الكبير. كان هذا الكتاب الثاني قد نشر ورقيا مع الدار، وكنت سعيدة جدا بالتعامل معهم، وكانت تجربة مميزة جدا. وكان طبعا لهم الفضل أن يخرج يعني كل منهما للنور، ويقرأ القراء وأيضا بعض الكتاب أعمالي. وسعيدة جدا بالتعاون معهم، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.